تعال احكي لك حاجة غريبة بتحصل في حياتنا كل يوم. طفل رايح المدرسة، معاه شنطته، راجع من مدرسته وفي ايده جواب بيديه لأمه، وفجأة بتفتح الجواب وعينيها بتدمع، بس بتقول لابنها إن المدرسة بتقولك إنك عظيم والمدرسة قليلة عليك. في اللحظة دي كان كلام أمه بالنسبة له الدافع والحافز اللي خلاه يكتب اسمه بحروف من النور من علماء العصر الحديث، هو توماس أديسون. وبعد سنين فتح الدرج وشاف الحقيقة: ابنك ضعيف جدا ولازم تشوفي له مدرسة أقل أو تقعديه في البيت. كلمة إحباط واحدة كانت ممكن الأم تقولها كانت تنهي البني آدم أو الإنسان ده وتنهي مستقبله، لكن كلمة صنعت عالم، صنعت إنسان نفع العالم كله بعلمه. الكلمات دي بتتحول لصوت جوانا، كلمات إحنا بننساها بس العقل والمخ اللي بيتلقاها مستحيل ينساها. أنت فاشل، أنت مش هتقدر، أنت صايع، أنت زي كذا، أنت زي كذا. عمرك هتنساها. كل واحد فينا اتقال له الكلام ده عمره ما نسيه. ممكن الأشخاص اللي قالوها له ماتوا، بس هو الكلمة حية في دماغه وفي عقله وفي قلبه ومستحيل ينساها. لكن لو الصوت بيقول لك انت قادر، انت تقدر، بس حاول، بيخليك انسان مختلف. كل واحد فينا عاش ومر بالامور دي، وانا واحد منكم. مستحيل انسى اللي شجعني وكان بيقول لي انت هتوصل، واللي كان وبيكسر الخاطر. جبر الخواطر معروف وكسر الخواطر معروف. في ناس عايشه وفي ناس ماتت، بس عمر الكلمه ما ماتت. كام طفل سمع من ابوه انت غبي، انت زي عمك الصايع، انت زي مش عارف مين، انت شبه مين، انت عمرك ما هتنجح، انت عمرك ما هتفلح، انت اصلا مالكش لازمه، انت وانت. عمرك ما هتوصل ابنك لحاجه بالكلام ده. عمرك ما هتخليه يبقى ناجح، عمره ما هيوصل، هيفضل معشش في دماغه الكلام ده. خد بالك، هو لما انت بتقتديه بقدوه سيئه، دماغه بتتحول اوتوماتيك ان هو يفضل عايش بنفس الشخصيه دي حتى لو هو كويس، حتى لو هو كان ناجح. طيب ما انتوا بتشبهوني، طب انا بقى شبهه فعلا. خد بالك من الفخ ده. اوعى تشبهه بحد فاشل، اوعى تشبهه بحد مش كويس، لانه بيخطو خطاه. لانك لما بتقول له بتوجهه كانك بالظبط بتوجه سهم ان هو يوصل ويحقق هدف هو اصلا في غنى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بان احنا نقول خير، لساننا ينطق بالخير. الكلمة الطيبة صدقة. تصدق، تصدق بكلمات حلوة، تصدق بكلمات خيرة، تصدق بكلمات تجبر الخواطر. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس الكلمة الطيبة، قولوا للناس كلام حلو، كلام يجبر الخواطر. مش هتخسر حاجة لما تقول له انت جميل، مش هتخسر حاجة لما تقول له شكرا، مش هتخسر حاجة لما تقول له حاول وحاول وحاول وهتوصل، وانت اصلا ناجح وشاطر وجميل وربنا خلقك عشان تكسر الدنيا. انت انجح واحد في الدنيا، انت احسن واحد في الدنيا. مش هتخسر حاجة، بس هتكسب قلوب، هتكسب حسنات، هتكسب حاجات كتير قوي بجبر الخواطر. كم مرة قلت كلام وندمت عليه؟ كم مرة قلت كلمة ووقعت الناس في بعضها؟ كم مرة قلت كلمة وخليت البيوت تتفرق؟ خليك قبل ما تتكلم اوزن الكلام، حط نفسك مكان اللي هيتلقى الكلام ده. هل ترضى ان حد يقول لك كلمة تزعلك، كلمة تكسر بخاطرك؟ بدل العقد والكلام اللي بتقوله اللي بيعقد ويفشل. انت فاشل، انت ما تقدرش، انت اصلا مالكش لازمة، انت جيت يا ابني هنا غلط. كل الكلام ده سواء مع موظفينك او مع ابنك او مع كل اللي حواليك. بدل عقدك بكلام يفك المعقول. ممكن تكون قلت كلمة لحد ونسيتها، بس الكلمة ما اتنستش وعمرها ما تتنسى. الكلمات ممكن تبني إنسان وتصنع منه مستقبل يكتبه ويسطروا التاريخ، وممكن تصنع إنسان تهدم شخصيته وتهدم إنسانيته ويصنع منه التاريخ مجرم بسبب كلمة منك أنت، كلمة لا تلقي لها بال. خد بالك من كلامك. أنا بالنسبة لي في ناس وفي كلام اتقال لي وكسرني مستحيل أنساه، ومهما عدى العمر مستحيل أنساه ولا أنسى أصحابه. وكلام كان جبر خاطر برضه مستحيل أنساه وبدعي لاصحابه. الكلام ممكن انت تموت، بس الكلام اللي قلته والاثر اللي سبته في نفوس الناس هو اللي هيفضل عايش ودايم الى ابد الابدين. لو رسالة الفيديو وصلت لك استفدت منها،
متستخسرش فينا، لايك وشير عشان يوصل لغيرك، وتشارك في الثواب وفي المعلومة اللي ممكن يستفيد بيها حد تاني. ومستنيكم تقولوا لي في الكومنتات تحت لو حد فيكم كسر خاطره أو اتجبر خاطره من حد سواء قريب أو بعيد. مستنى مشاركتكم تحت في الكومنتات. شكرا لكم.